السلام عليكم يا جماعة. لحظة مع قوقعة. المرة دي عايزة أقدم لكم سيريز صغنطوطة كده، كام حلقة. عايزين نسميها يلا عشان نلحق. يلا عشان نلحق دي كان زمان مثلا يلا عشان نلحق نعمل الأكل قبل ما بابا يجي من الشغل. يلا عشان نلحق الراجل بتاع الفوط اللي على البحر. يلا عشان نلحق نقعد شوية على البحر قبل الشمس ما تغيب. بس مش كل المواقف دي كلنا عشناها يا جماعة، ففي حاجات لما نتكلم عنها كده في ناس مش هيفهموها، مش هيتعرفوا عليها. لكن في يلا عشان نلحق تاني حاجات كلنا بنعيشها، فواجب كده ان احنا نبقى واخدين بالنا عشان نتصرف فيها بأحسن ما نقدر نقدمه. طيب، أول يلا عشان نلحق النهاردة هي يلا عشان نلحق نقول شكرا. طيب، أنا متأكدة إنه أنت شخص جميل، لما حد بيقدم لك خدمة أو يمكن مثلا بيجيب لك هدية أكيد بتقول له شكرا. لكن شكرا اللي احنا مش بنبقى واخدين بالنا منها شوية هي شكرا للأشخاص اللي تسببوا في إيذائنا، ممكن يكون عن قصد أو عن غير قصد. ولكن مثلا زي أب أو أم بدل ما يوصلوا خوفهم على أبنائهم بصورة تكون مناسبة وفيها حنان عليهم، بتوصل بطريقة تانية عن غير قصد، ممكن يكون فيها إيذاء نفسي ليهم مثلا. وممكن يكون مدير انت قدمت له فكرة كنت شايفة انها هتوفر في المجهود وهتوفر في الوقت والفلوس وكل حاجة، وهو رفضها عشان ياخد اللقطة مكانك مثلا. طيب، فانت قررت بينك وبين نفسك ان انت مش عايز ترجع تبقى صورة تانية من الاشخاص دول. فالقرار ده في حد ذاته هي شكرا للاشخاص دول، لان هم لو ما كانوش موجودين في حياتك ما كانوش هيخلوك تنتبه ان انت مش عايز تبقى الشخص ده، مش عايز تأذي أشخاص آخرين بنفس الطريقة اللي انت اتأذيت بيها. وكمان يا جماعة بيبقى ساعات الإيذاء اللي بيقع علينا ده بيبقى تهذيب من ربنا لينا، زي ما يكون بيقول لنا انشفوا شوية كده عشان أنا عايزكم في حاجات أكبر من اللي انتوا فاكرين ان انتوا عايشين عشانها، في رسالة اكبر انتوا المفروض تبقوا بتعلموها لغيركم باللي ربنا علمه لنا احنا. فاحنا عايزين بينا وبين نفسنا نقرر ان احنا بنقول شكرا لكل شخص تسبب في ايذائنا، عشان انت كنت السبب ان احنا نقف مع نفسنا وناخد قرار ان احنا مش عايزين ابدا نبقى الشخص ده تاني.